السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى يوم جديد إن شاء الله حاجة جديدة في قناتكم يوميات غاية وبدشي. هنتكلم إن شاء الله في شوية حاجات كده النهاردة برضه بفضل الله. يعني شفت أنا من وجهة نظري إن اليومين اللي إحنا فيهم دولت محتاجين أكتر من إننا نتكلم عن علاج الطيور وعن ايه الاكل اللي قدمه للطيور وازاي راعي طيوري وهكذا. ده كله طبعا كلام زي الفل واحنا طبعا متفقين عليه، وده ان شاء الله يعني اللي بنتكلم فيه دايما باستمرار، ودايما بفضل الله كل ما بنكون في وقت بنتكلم في الامور دي. بس انا شفت يعني من وجهة نظري، وبرضه بشارك اخواتي واصحابي وحبايبي المتابعين معانا في القناة، ان اليومين دول محتاجين اكتر نتكلم عن الهواية بشكل اقوى، ونتكلم عن مفهومنا للهواية. يعني النهاردة مفهومك ايه للهواية، وكل واحد فينا منظوره وفكرته ورؤيته للهواية ايه. كل واحد فينا يا جماعة بيبقى دايما في خط او في اتجاه او في طريق او في لاين معين كده، شايف هو الموضوع من وجهة نظره. فاحنا النهاردة حابين نقرب وجهات النظر والآراء عشان نشوف بفضل الله الهواية بالنسبة لنا ايه، وكل واحد مفهومه ايه للهواية. في حد يا جماعة ممكن يكون مفهومه للهواية مجرد عصفورتين في بلكونة. في حد تاني ممكن يكون مفهومه للهواية مشروع واستثمار. في حد تاني ممكن يكون مفهوم الهواية هو حابب الموضوع فبيربي، فلو الموضوع قلب معاه باستثمار أو الموضوع قلب معاه بعائد مادي فده خير بالنسبة له. فهنلاقي كل حد ليه فكرة، وكل حد ليه نمط معين وشكل معين في التفكير. وطبعا الاختلاف ده رحمة ما بيننا، يعني الاختلاف ده دايما هو الرحمة اللي ما بيننا، اللي ربنا خلقها ما بيننا. الاختلاف رحمة. فكل واحد آه، يحترم وتحترم وجهة نظره. مادام شايف الهواية بشكل معين مفيش مشكلة، بس اللي احنا عايزين نتفق ان شاء الله النهاردة عليه، واللي عايزين كلنا نبقى شايفين ان ده الهدف الاسمى للموضوع، نقطة الهواية نفسها. يعني ايه نقطة الهواية نفسها او فكرة الهواية نفسها؟ اي حد فينا بدأ في الموضوع هواية، واي حد فينا بدأ الموضوع بحب، وبدأ الموضوع ان هو الموضوع ده او الشيء ده اللي هي هواية طيور الزينة بشكل اخص، حاجة بالنسبة له بيستمتع بيها. هكلمكم شوية في حتة بقى، يعني مش عارف الناس هتتفق معاه ولا تختلف، بس هنتكلم في موضوع شوية نفسي. مش دكتور نفسي طبعا يا جماعة ولا حاجة، بس هتكلم في التجارب بتاعت الشخصية. ودايما احنا معوضين بعض، انا بتكلم في تجارب الشخصية اللي انا شفت من خلالها ان الهوايه دي حاجه كبيره قوي، حاجه ليها معاني بجد قويه قوي مش هيحسها ويعني ويستوعبها الا الناس اللي يعني متعمقه قوي في الهوايه زي حالاتي. الهوايه دي صدقوني يا جماعه من الحاجات اللي بتطلعك من همومك ومشاكلك والاعباء والضغوطات اللي عليك في الحياه، واي ضغط نفسي عصبي صدقني والله الهوايه بتطلعك منه. تعالوا نتكلم بشكل موضوعي اكتر، ونتكلم انا النهارده الحلقه دي عايزها تبقى ايه، يعني تصفي ذهنك خالص وتشوف انت مفهومك ايه للهوايه، ونحاول نقرب وجهات النظر، وفي الاخر نوصل ان فعلا نتفق على حاجه ما ينفعش نختلف عليها. في ناس يا جماعه مثلا هوايتها ان هي تشرب سجاير، ربنا يعافينا ويعافيهم يا رب، ويعفي عن كل مبتلي. يعني السجاير دي ابتلاء، وربنا ان شاء الله يعافي الناس كلها. ففي ناس هي شايف ان هوايته ان هو لما يشرب السيجاره كده وينفخ هو كده فاكر عن نفسه، وشايف ان هو كده طلع كل الكبت اللي جواه، وشايفها هوايه، هو هوايته ان هو يشرب سيجاره. وطبعا عاده سيئه جدا، يعني ما انصحش اي حد من اخواتي ان هو يفكر فيها اصلا. في حد تاني هوايته ان هو صيد الاسماك. في حد تاني هوايته ركوب الخيل. في حد تاني هوايته الفسحه. في حد تاني هوايته السفر. فهنلاقي كل حد عنده هوايه. بس هنتفق على نقطه مهمه هنا، كل حد عنده هواية هو بيصرف عليها. في المقام الأول هو بيصرف عليها، لأن هي في الآخر بيبقى اسمها هواية. هي في الآخر بيبقى اسمها هواية. أنا بكلمكم من فكرتي أنا، أو من وجهة نظر أنا كمصطفى، أو أنا بعيش الحالة إزاي. طبعا كل حد هيفكر في الموضوع من وجهة نظره وهو ناجح، يعني هو ناجح وهو صح طالما إن هو شايف الموضوع في نجاح وفي استمرارية. طبعا ده كله ما فيش مشكلة بالنسبة لي. بس كل حد عنده هواية النهاردة يا جماعة هيلاقي نفسه بيصرف عليها، صح؟ صح. طيب انت ليه ما تعتبرش هوايتك اللي هي طيور الزينة، وهي هواية طبعا هي هواية، فانت من حقك انك تصرف عليها. هتقول لي يا مصطفى الظروف ما بقتش زي الاول والاقتصاديات، هقول لك مفيش مشكلة، بس برضك هي هواية في الاخر، ومحدش عمره هيبطل هوايته. الناس اللي وانا منهم
بس للاسف الموضوع دلوقتي خفته شويه بس عشان الضغط والالتزامات اللي عندي، مبقاش في وقت فاضي كتير. هوايه صيد الاسماك، يعني انا من الناس اللي هاويه صيد الاسماك. هوايه صيد الاسماك دي، انت لو متخيل ان انت او الناس اللي هي بره الموضوع فاهم ان هو مثلا اللي بيروح يصطاد سمكه ده بيروح يصطاد سمكه عشان يوفر ان هو بدل ما يشتري السمك جاهز، او يبقى ده سمك طازه، يعني اصطاد سمك طازه فده هيبقى اوفر له من السمك. لا خالص، انت فاهم غلط. انت مش متخيل اللي بيصطاد سمك ده هو بيصرف قد ايه، وممكن ما يصطادش سمك بس هو عشان هاوي وحابب. فنفس الفكره ونفس المنظور ده عايزكم تاخدوا نفس الموضوع كده وتطبقوه على الطيور. هي هوايتك، فانت مجبر انك تصرف عليها عشان انت بتحبها، وفي نفس الوقت بتصرف عليها ان انت تحبها في حاجه خير، ما بتعملكش مشكله ولا بتعمل لك ذنب ولا حاجه. لا، دي هوايه جميله. ومش معنى كلامي برضك عشان الناس ما تاخدش كلامي بشكل معين ان انا بقول لك تصرف عليها ان تصرف فلوس كتير جدا، وتصرف فلوس يعني ملهاش اول من الاخر، وتبقى انت كده بتصرف من مصاريف يعني التزاماتك في بيتك. لا خالص. وبرضك نقطه مهمه جدا جدا عشان ما انساش، مش معنى كلمة هواية أو معنى كلمة إن أنا حابب حاجة لازم أصرف عليها ببذخ، أو أصرف عليها الفلوس اللي المفروض تصرف في البيت، وآخد من فلوس بيتي وفلوس عيالي عشان أصرف على هوايتي. لا، مش كده. دي بقى النقطة اللي هننقل عليها بعد شوية. بس خلينا متفقين إن الهواية دي أنت لازم تصرف عليها عشان بتحبها. حاجة بتشبع لك نفسيتك وبتشبع لك رغبتك، وبتخليك في دنيا تانية، وبتخليك في عالم تاني مش هيحس بالكلام ده طبعا ولا الهاوي. طيب انت النهارده عشان تخلي هوايتك دي فكرتها ناجحه ودايما مستمر فيها، يعني سبحان الله، هو من كمان يعني مميزات هوايتنا اللي هي طيور الزينه، انها ما شاء الله بتربط لك ما بين عنصرين مهمين جدا، ودي ممكن ما تلاقيهاش في اغلب الهوايات. ايه العنصرين يا مصطفى؟ ان انت بتستثمر فيها وتقدر تحط جنيه، وبعد فتره لو ربنا اراد وربنا كرم يبقى 2 3 جنيه، فهي تبقى هوايتك وفي نفس الوقت بتدر عليك عائد مادي. فالنهارده هوايه تربيه طيور الزينه هي فيها الميزتين دوت اللي انت مش هتلاقوهم بكثره في معظم الهوايات. يعني النهارده لو انت بتحب ركوب الخيل، انت مضطر تروح تركب خيل وتدفع حق الوقت اللي انت قضيت معاه مع الخيل وركبت الخيل. لكن مش هتروح تشتري فرس عشان تقول انا هستثمر في هوايتي. ففي هوايات انت هتلاقيها اصلا من الصعب قوي انك تقدر تستثمر فيها، لكن من نعم ربنا وكرم ربنا علينا لهوايه طيور الزينه ان انت ممكن تستمتع وتشبع هوايتك، وكمان بفضل الله على الاقل اللي هو اقل الاشياء انك هي هتصرف على نفسها. مش هقول لك انك هتكسب منها، خليك مش هتكسب منها، مع ان ده صعب في الوقت اللي احنا فيه في وجود الطفرات ما شاء الله والتنوع الكبير قوي اللي في العصافير. لا، احنا هنقول النهارده انك بفضل الله هتشبع رغبتك في هوايتك، وكمان بفضل الله العصافير هتصرف على نفسها. بمعنى ايه تصرف على نفسها؟ لما انت هتجيب زوج بفضل الله من طفره معينه هينتجوا، هتبيع الفرخه يبقى انت جبت اكلهم ومصاريفهم، كده هم ما شاء الله الاصول عندك، بل بكسبت وكمان صرفت على طيورك واللي هم محتاجينه. فالنهارده انت منظورك للهوايه لازم يختلف، ولازم يبقى بشكل اوضح وعملي شويه. بمعنى بمعنى ان انا بنصحك كمصطفى وبقول لك لوجه الله تعالى، حاول دايما تستثمر في يعني فلوسك في طيورك، عشان انت دي حاجه حاببها، يعني في نفس الوقت انت دي حاجه شايف ان هي المتنفس الوحيد ليك من المشاكل واعباء الحياه اليوميه. فنصيحتي ايه؟ طيب نصيحتي ان انت منظورك ومفهومك اللي هو لازم يختلف. لو انت شايف ان انت مفهومك اللي هو لازم اصرف بس اصرف بس اصرف بس، وان انا افضل اصرف عليهم عشان انا جايبهم، ماشي انا معاك ان انت لازم تهتم بيهم وتصرف عليهم لان هي دي هوايتك. بس انا عايز اغير شويه الفكره عنك. طالما ان انت هتصرف عليهم وتهتم بيهم وعندك الفرصه وعندك المقدره انك بفضل الله كمان بالعكس يدور عليك عائد مادي، ليه ما تعملش كده؟ وليه ميبقاش ده فكرك في الفتره اللي جايه حتى لو ما كانش هو موجود عندك قبل كده؟ انك تجيب طفره معينه، انت مثلا هنفترض ان انت بتحبه وليكن الروز او الكوكتيل، رب الكوكتيل بتاعك مفيش مشكله والدنيا جميله واستمتع بيه، مع انه ما شاء الله برضك هيكسبك، بس شوف برضك ايه الطفرات اللي ماشيه وايه الطفرات اللي عليها اقبال وعليها رواج جامد، وربي منهم زوج، يبقى ده بيخدم على ده وده بيخدم على ده، وتبص تلاقي المنظومه عندك والغيه عندك بفضل الله ما شاء الله ماشيه بشكل سليم وشكل تفضل مستمر بيه. اللي بيخلي الناس تقع او بيخلي الناس تبطل هوايات وتصفي واللي احنا بنشوفه اللي هو بيركز في طفره بعينها وبيديها كل طاقته، فتيجي في فتره او تيجي لحظه الطفره دي تنهار او تقع فتبقى بسعر رخيص، فيبص يلاقي نفسه يقول لك انا هصفي، ما بقاش يتباع. العصافير ما عليهاش اقبال، العصافير ما عليهاش بيع، ما فيش حاجه اسمها كده. هو بس انت اللي عايز تعدل شويه من تفكيرك
ونظرتك للسوق. يعني ايه نظرتك للسوق؟ لازم النهارده طالما ان انت بتربي طيور تاخد فكره عن سوق الطيور وسوق العصافير، وايه الطفرات اللي عليها اقبال وايه الطفرات اللي قليله شويه. مش معنى كده ان انا بغير فكرتك عن الطائر اللي انت بتحبه خالص، تحب طائر ربيه واستمر فيه وطور فيه وانجح فيه، بس خلي على جنب فيه بارتيشن صغير كده عندك في المزرعه او في المكان، زوج او زوجين هم اللي بيصرفوا وبيكملوا فكره الهوايه عندك وبيكملوا التطور عندك في الهوايه. ده مفهومي انا كمصطفى عن الهوايه، وده انا اللي ماشي بيه. وطبعا انا بقول لكم الكلام ده بعد تجارب سنين، بعد ما انا صرفت كتير جدا على الطيور، وطبعا خسرت كتير جدا وكسبت كتير جدا، بس انا بديكم الملخص بفضل الله والتوتال بتاع الفكره. لازم يكون مفهومك ومنظورك للهوايه يختلف، حتى لو هو ما كانش كده لازم تفكر كده في الفتره اللي جايه، طالما انت عايز تستمر في ظل الضغوطات وفي ظل الانتكاسات اللي بتحصل في الهوايه عشان تستمر بفضل الله. لازم تفكر كده، لازم تفكر ان انا بربي طفره بحبها مش قادر استغنى عنها مصطفى، هي دي، وانا عمال اصرف اكل وما بتباعوش وكده. لا، طور في الطفره، ده رقم واحد. طور في الطفره اللي انت بتحبها دي، وخلي عندك زي ما قلنا مكان او بارتيشن صغير ده تنمي فيه الطفره بتاعتك وتصرف على هوايتك وعلى غيتك، وبل بالعكس هتلاقي فيه مكسب ليك. اتمنى يكون الفكره وصلت. صدقوني والله العظيم بجد الهوايه دي جميله جدا 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 جدا، وهتعمل لك سلام داخلي كده مش طبيعي، وهتخليك دايما في حاله انت مش متخيلها. قد ايه هادي، قد ايه ريلاكس خالص، قد ايه عندك رحمه. خلي بالكم اللي بيربي الطيور وبيربي كل كائن حي عنده رحمه مش طبيعيه. ان شاء الله ربنا يجعلنا من الراحمين عشان يرحمنا ان شاء الله. الراحمين رحمهم الرحمن، فربنا يجعلنا من الراحمين. فالهوايه مستمره بفضل الله، وهنخلي يعني لو انتوا حابين نتكلم في الفترات ديت او الفيديوهات بتاعتنا بالشكل دوت اليومين دولت، انا ما عنديش مشكله. انا شايف ان هو ده اكتر وقت لازم نتكلم عن حب الهوايه وجمال الهوايه ومتعه الهوايه وتجاربنا مع الهوايه، ونفتح بس ونتكلم ونشوف كل واحد تجربته مع الهوايه، لان احنا محتاجين الفتره دي دعم نفسي من بعض. احنا في الفتره دي انا اعتقد الدعم النفسي اقوى بكتير من اي حاجه تانية، اكتر من اي دعم. فلو انتوا حابين الفتره اللي جايه دي نتكلم في سلسله عن الهوايه وتمثل لك ايه، وممكن ايه الهوايه اللي بتشيلك منه وفي مشاكل وهكذا، نتكلم عن الموضوع ده لو انتوا حابين، وانا معاكم ان شاء الله. ولو الفتح اللي في اللي جاي احسن بامر الله. وكان معاكم اخوكم مصطفى. ما تنساش لو عجبكم المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك حبايبك المهتمين بالهوايه الهوايه والنوايا. ما تنساش. ولو الفتح اللي في اللي جاي احسن، ونتمنى الخير للجميع والتوفيق للجميع. وكان معاكم اخوكم مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.